السياسية كما وعدناكم. جه موعدنا الآن عشان نتعرف مصر إلى أين من الناحية الاقتصادية. بنفس الشكل اللي اتكلمنا عنه من الناحية السياسية، برضو هناك شكوك وهناك آمال في الاقتصاد المصري. البعض شايف أنه الصورة برغم كل المصاعب اللي بنتعرض ليها وبرغم القطاعات اللي اتضربت من الثورة لغاية النهاردة وعلى رأسها السياحة والصناعات المغذية ليها، إلا أنه القادم أفضل وأنه الإصلاح الاقتصادي سهل وممكن وفي فترة وجيزة. هناك رؤية أخرى شايفة أنه ده صعب ما لم يتحقق عدد من العوامل على رأسها الأمن. على أي حال معنا اثنين من شباب الاقتصاديين واللي ليهم رؤية في هذا المجال، هنتعرف منهم من وجهة نظرهم بالرؤية اللي كان بيتكلم عنها الدكتور مراد وهبة قبل الفاصل، أنه بيدعو الشباب إلى أن تكون لديهم رؤية للوضع القادم. هنتكلم معاهم، اسمحوا لنا نرحب بيهم. أستاذ نور شوقي أحد المشاركين في مؤتمر الاقتصاد اللي انعقد الأسبوع اللي فات واللي عقدته غرفة الاتحاد المصري للصناعات. أهلا بك أستاذ نور. الأستاذ رائد سلامة عضو لجنة الاقتصاد بالحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي الاجتماعي. برحب بك أستاذ رائد. يا أهلا وسهلا. يعني منورين. احنا سعداء ان بعد دكتور مراد وهبة ما قال مفروض الشباب يعملوا ايه، لان هو طالب بثورة على الثورة، لان الثورة قامت كسرت ماضي ولم تضع ملامح لمستقبل. فلو حبينا نتكلم على ملامح المستقبل وفقا لطرح ثورة 25، كلمة العدالة الاجتماعية، ماذا تعني كلمة العدالة الاجتماعية لحزب ديمقراطي اجتماعي؟ هقول لحضرتك، هو احنا النهارده الاستقرار السياسي بشكل عام يقتضي دعامتين، الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ديمقراطية يعني حرية التعبير بما يسمح بإمكانية التغيير، ودي يندرج بقى تحتها دستور راقي ومحترم وانتخابات وأحزاب وبعض الوثائق اللي حتى أصدرها الأزهر والدكتور البرادعي، وإذا رجعنا للماجنا كارتا. فده هو الجانب السياسي، ده الجانب السياسي كله. الجانب الآخر اللي هو العدالة الاجتماعية مستقى من ما يسمى التنمية المستدامة. احنا محتاجين تنمية مستدامة. تنمية مستدامة تحقق العدالة الاجتماعية اللي بتتلخص ببساطة شديدة صحة جيدة. المواطن المصري الحكومة يجب أن تكفل له صحة جيدة، تأمين وعلاج جيد، مأكل جيد، عمل مناسب، دخل مناسب. ده ببساطة شديدة جدا العدالة الاجتماعية من مفهومنا. العدالة الاجتماعية بهذا الأسلوب تقتضي صرف. ما أنا لازم أصرف. نتكلم شوية أرقام بقى. لازم أصرف علشان أحقق هذا الكلام. هصرف على هذا الكلام من خلال موارد. طيب موارد الدولة حاليا عبارة عن إيه؟ موارد الدولة حاليا ضرائب، السياحة، قناة السويس، سلع ومنتجات وخدمات الدولة بتبيعها. المعادلة هنا مختلة. النهاردة عندنا في موازنة الدولة الحالية عندنا عجز في الموازنة العامة يقدر بحوالي 134 مليار جنيه مصري. هذا العجز جاي من إن إيراداتنا أقل من اللي بنصرفه. إيراداتنا حوالي 350 مليار جنيه مصري وبنصرف 484 مليار جنيه مصري. بنصرفها في إيه؟ في بعض البنود. 106 مليار جنيه مصري فوائد بندفعها على الاقتراض. 157 مليار جنيه مصري بتدفع كدعم على بعض البنود. وهنا ممكن بقى نقعد نتكلم الدعم كتير اللي بيستفيد منه غير المستحقين ليه واحنا عندنا الحقيقه تابوه انا محتاجين نتكلم فيه في موضوع خليه هنوصل للدعم، بس خلينا نمشي تباعا لانه الدعم ده قصه كبيره. استاذ نور، لاي مدى ده كان متفق، خاصه انه الدعوات في مصر سواء في المؤتمر اللي حضرتك كنت بتشارك فيه او المجلس العسكري رفض فكره الاقراض، انت شايف انه اذا اللي داخل يعني ما يكفيش ابدا لو استلفنا ان احنا نسدده من الاصول باللغه البسيطه، نتعامل ازاي مع منظومتنا الاقتصاديه؟ يعني خلينا نقول مبدئيا ان انا من ناحيتي في موافقه على رفض الاقراض الخارجي. تمام. لسبب بسيط، ان مفيش قرض ببلاش. والقرض اللي بيجي من IMF ومن الورلد بانك ما هوش قرض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. مظبوط، ما هوش قرض بس بفوائد، هو قرض برضو بطلبات اقتصاديه وسياسيه بتتفرض علينا. ففي الوقت الحالي خصوصا بعد الثوره احنا لازم يبقى عندنا المرونه ان احنا نتعامل مع القوانين بتاعتنا ومع الخطوات للنمو الاقتصادي بتاعنا زي ما احنا شايفينه صح، بدون اي تدخل او ضغوط
خارجيه. فهذا النوع من الدعم مرفوض، او نوع من الاقراض مرفوض. لو كان هناك نوع من الاقراض لا يفرض علينا رؤية سياسية أو شروط اقتصادية، فده حاجة مفتوحة للنقاش. طب هنعالج وضع قائم ازاي في الحالة دي؟ يعني بتصليح الميزانية. احنا الميزانية النهاردة يعني توزيع الأموال من خلال الميزانية امر عجيب جدا. احنا لو بصينا على الدعم النهارده يعني يمكن رائد ممكن يساعدني شويه في الارقام لان هو حافظها كلها صم. احنا على ما اعتقد 95 مليار دولار دعم البنزين فقط. جنيه مصري دعم منتجات سوري جنيه مصري. النهارده لو واحد بيركب عربيه مرسيدس بيمونها ب 95 او 92 بفلوس مدعمه، ببنزين مدعم. ف يعني اعاده النظر في الدعم، اعاده النظر في توزيع الاموال العامه. احنا بالتالي 200 مليون جنيه فقط هي اللي بتروح لتنميه الصعيد. دي في حد ذاتها مصيبه كبرى. في كل الموازنه 200 مليون بيروحوا الصعيد من 300 من 400 وحاجه مليار، من ال 157 مليار 200 منهم 200 مليون بس فقط اقل من لتنميه الصعيد، من 5 مليار واحد. يعني احنا كنا في زياره في المدن الصعيد من فتره وشفنا يعني اولا هي كانت زياره ترويجيه للحزب، لكن لمسنا اولا مستوى راقي جدا من الفكر السياسي. انما اذا بنتكلم على اقتصاد وعداله اجتماعيه، لا انا يعني شايف ان الرقم على فكره 200 مليون اللي بيتكلم عنهم دول كانوا هم نفس ال 200 مليون قبل الثوره. 200 مليون قبل الثوره و200 مليون بعد الثوره، ولا كان في حاجه اي اضافه، ما فيش اي اضافه تمت. وهذه يعني خطأ قد يرقى لمرتبة الخطيئة في حق الصعيد. طيب يعني دلوقتي احنا بنتكلم عن الرؤية المستقبلية للشباب، وازاي من المفترض انها تكون مختلفة عن رؤية القائمين فعلا، يعني اللي عملوا الحاجات اللي احنا معترضين عليها. انتوا شايفين التغيير يتم ازاي؟ التغيير باصلاح على الورق. انا اسفا بقول على الورق لان هم مفهميننا ان في دعم على المنتجات البتروليه، واكشولي ده واقع الامر ده دعم على الورق. 95 مليار اللي كان بيتكلم عنها نور دعم منتجات بتروليه، هم بيحاسبونا على سعر العالمي للمنتج اللي بيتباع محلي. دعم التعريف العلمي للدعم هو الفرق بين تكلفه انتاج السلعه وسعر بيعها. طيب تكلفه انتاجها محليا كام وتكلفه انتاجها عالميا كام؟ تكلفه انتاجها محليا بتقل بكثير عن السعر اللي بتتباع بيه للمواطن المصري. بنتكلم عن المنتجات البتروليه. اذا الحكومه النهارده الموازنه النهارده فيها ربح، ما فيهاش خساره، ما فيهاش دعم. لحظه واحده عشان في هنا حاجه انا شخصيا مش فاهماها. اتفضلي. سعر البترول في العالم كله، يعني البترول يعني البنزين اللي بنحطه في العربيات مفروض اغلى من ما هو عندنا في مصر. يعني البنزين في دول النفط في الخليج سعره مقارنه بسعر هذه الخدمه في مصر اكتر، علما ان هم دول نفطيه واحنا منتجاتنا من البنزين حسب برضو المعلومات المتاحة هي مش بتكفينا، ولا أنا فاهمة غلط؟ لا، هو خليني أقول لحضرتك حاجة. هي يعني مش مسألة إنها مش بتكفينا، أنا بتكلم على جزء الاحتساب. الدعم إنتاجه محليا تكلفته أقل بكتير جدا من السعر اللي بيتباع لنا بيه. يعني أنت تقصد إنه مش مدعوم؟ الحكومة المصرية تربح في بيع المنتجات البترولية، اللي هو الفرق بين تكلفة إنتاجها وبيعها للمستهلك. بالظبط كده. يعني إذا هم يحاسبونا على السعر العالمي. الكلام ده ينطبق على السولار وعلى البنزين. هقول لحضرتك حاجة أخطر. الغاز النهاردة السعر العالمي بنتكلم في المليون، المعيار بتاعه مليون وحدة حرارية. بيوصل $3 و79 سنت. بيحاسبوا الحكومة المصرية بتحاسبنا على $3، بينما بتحاسب إسرائيل مثلا على سعر بيتراوح من 70 سنت ل $1.5 سنت. الحسبة بالبلدي كده $1.5 $1.5 اسف. الحسبة بالبلدي بتكلف حضراتكم بتكلفني كل يوم الصبح $9 مليون فروق أسعار. بالبلدي في آخر السنة بتكلفنا 60 مليار جنيه مصري خسائر فروق أسعار. لو فروق الأسعار دي يعني وصلنا، أنا مش بقول ما نصدرش لإسرائيل، احنا هنقول إنه بس نصل للتسوية للسعر العادل، هتوفر علينا 60 مليار جنيه مصري، تخفف شوية من عبء. دولار ولا جنيه؟ جنيه مصري. 60 مليار جنيه مصري، $9 مليون كل يوم الصبح. بس السنة 60 مليار جنيه مصري.
هتخفف شويه من عبء ال 134. ارد بقى على النقطه الثانيه المتعلقه هنا، انا بتكلم على حاجه ورقيه، لكن رؤيتنا للمستقبل عشان نحقق التنميه المستدامه مش مفروض ان احنا نعتمد على اقتصاد ريعي قائم على سياحه. مش منتج، تقصد بريعي انه اقتصاد غير منتج بالظبط. وده اللي احنا النهارده فيه وانس ان مفيش، وده زي ازمه دبي، ان دبي بدت للعالم كله وكانها منطقه جاذبه ومستثمره وغنيه وفجاه مع الازمه الماليه العالميه هي مش موجوده بقوتها اللي كانت. هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا بس للاسف ما بنتعلمش من دروس الماضي القريب، مش بعيد احنا، ولدول شبيهه بظروفنا، مش يعني اذا مش هنتكلم عن دبي هنتكلم على دوله شبيهه بظروفنا. المكسيك. المكسيك سنه 84 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي طلبوا منهم انهم يعملوا مشروعات، يخصصوا المشروعات القطاع العام وفعلا ده حصل وتمت الحكايه. سنه 94 ل 95 في الوقت ده كانت اسعار الفايده على الدولار الامريكي منخفضه جدا، فكان المستثمر الامريكاني يروح يستلف من امريكا، من البنوك الامريكيه، ويدفع فايده كلام فارغ، يروح يوظف امواله في المكسيك اللي مفتوحه. دخل في سنه من 94 ل 95 للمكسيك 104 مليار دولار في سنتين استثمارات خارجيه، استثمارات في شكل، هنا بقى الخطوره، في شكل عقارات سيطروا على حوالي 25% من عقارات المكسيك و50% من سوق المال البورصه في المكسيك. اللي حصل بعد 95 ان سعر الفايده على الدولار ارتفع. فالامريكان اللي استثمروا في المكسيك خرجوا بفلوسهم تاني. انهارت الاقتصاديات المكسيكيه، وصل سعر العمله المكسيكيه كان 477 اذا ما خانتنيش الذاكره، 477 بيزو مكسيكي للدولار الواحد، 377 ل 744. معنى كلام حضرتك ان احنا ننتقل الى أنشطة، يعني أو يكون استراتيجيتنا ان احنا ننتقل إلى أنشطة اقتصادية تحقق الاستقرار، وأهمها بطبيعة الحال الصناعة. وبالمناسبة أنتوا كنتوا في مؤتمر اتحاد الصناعات بقى، إيه الرؤى اللي طرحت لهذه القضية يعني؟ هو